ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن ايه موضه السنه دي في الهدوم، ايه الالوان اللي نازله موضه، وايه الاشكال والستايلات اللي نازله السنه دي، وايه الحاجات اللي تشتريها وايه الحاجات اللي ما تشتريهاش. والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فعايز تنضمي لشلتنا دي تعملي لايك صفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان. يلا بينا نبتدي. بصي يا ستي، اول حاجه الموضه في الهدوم الالوان اللبني والكحلي جدا، بالذات القمصان اللي هي مخططه او اللبني اللي هي القمصان الساده او الدريسز اللي هي طويله الساده. بصوا، هو يعني بلاش تشتروا الشميزات اللي هي المخططه اللي فيها ورد، لانه هي حلوه، او يعني ممكن تشتري شميز واحد بس هي حلوه، بس مشكلتها ان هي كمان شهر هتنتشر، يعني هتلاقي مصر كلها لابساها، فبلاش يعني تشتروا منها كتير. ركزي اكتر على الحاجات الساده. يعني مثلا انا كنت عامله شوتنج لتوب كده، كنت جايباه من واتساب، هو مخطط ساده مفيش فيه اي حاجه، يمكن هو جامع ما بين موضه السنه دي وموضه السنه اللي فاتت، على اساس ان هو مخطط ومفتوح من الايد، لانه السنه اللي فاتت كانت موضه اللي هي مفتوحه من الكتف وكده. خليكي دايما في الحاجات الساده. برضو السي وكيكي منزل شميزات مخططه ساده حلوه قوي للناس اللي هي مش محجبه وبتحب تلبس اوف شولدر. طبعا الاوف شولدر موضه جدا 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 جدا. انا شفت كذا ستايل، كذا محل منزلين حاجات اوف شولدر، لان هو كده كده موضه جدا على يعني في مصر وبره. في نوعين من الاوف شولدر، في اوف شولدر اللي هي بتبقى التوب اصلا كله يعني حاجه واحده، فبيبقى اوف شولدر كله واحد، يا اما بيبقى التوب لغايه هنا وبعدين هنا فاضي تمام، وبيبقى الايد بتبتدي بقى من هنا سواء نص كم او كم، ده يعتبر برضه تبع الاوف شولدر. برضه التوبس اللي هي بتبقى كده دي بتبقى سواء عريضه او قصيره، هي موضه. بس يعني نصيحه، هاتي التوبس اللي هي بتبقى ليها لاير صغيره من فوق، بلاش العريضه قوي اللي تحت، لان العريضه اللي تحت دي بتبقى الشركات التركيه مقلده الموديلات اللي هي بتاعت امريكا، بس حاطين التاتش بتاعهم، فمش بتبقى حلوه. لكن لما تشتريها اللي هي القصيره بتبقى شكلها حتى الطف في اللبس وكده. في برضه ستايل تاني موضه جدا وان شاء الله يعني مش هينتشر خالص، اللي هو الحاجات اللي بتتربط. عارفين ستايل الكورسيه اللي هو اللي بيبقى بتجيبي اليمين من الشمال وتربطيه وكده؟ هو نفس الستايل بس في التوب مثلا، في التيشيرت مثلا من فوق او من تحت. انا في صوره كده كنت منزلاها على الانستجرام من قريب، كان اوتفيت من زارا، هوريكوا الصوره وكده. هتلاقوا الستايل اللي انا بكلمكم عنه اللي هو بيتربط سواء من تحت او من فوق، او في موضه اللي هو بيبقى برده من الايد. لو ده مش افيلبل، برده في ستايل نازل في برشكا اللي هو تلبسي تي شيرت ابيض ساده واسع شويه، وبعد كده بتلبسي حزام اللي هو الستايل اللي قلت لك عليه اللي هو الستايل الكورسيه برده. يعني انت ممكن تشتري اي تي شيرت من بره ساده وتجيبي الحزام ده، اما تخلي ترزي يفصلهولك، او مثلا تشتريه شيبنج من بره بيتباعوا كتير. يعني انا الحزام بتاعي جايباه من بره اللي هو بيتباعوا كتير اصلا هناك، فده برضو ستايل ترندنج جدا اللي هي الحاجات اللي بتتربط. اخر حاجه هو ترندنج بس لسه الحمد لله ما انتشرش ولسه مش ناس كتير خدت بالها منه، اللي هو اليونيكورن والهولوجرافيك. طبعا انتوا عارفين الهولوجرافيك واليونيكورن حتى في الميك اب هو ترندنج جدا في العالم. بصوا الهولوجرافيك ده اللي هو مثلا حاجات السيلفر اللي لما بيجي عليها ضوء بتعمل الوان قوس قزح. بصوا هتلاقوا الحاجات دي موجوده في بولمبي وفي برشكا وكده، هتلاقوا مثلا في برشكا منزله شوز لونها كده. الهولوجرافيك واليونيكورن مرتبطين ببعض. هتلاقوا اليونيكورن ده اللي هو مثلا الحصان اللي بيبقى ليه كده، هوريكم صورته يعني موجوده في الفيديو. هتلاقوا بقى التيشيرتس اللي بتبقى مرسوم عليها بقى في الجنب كده مثلا يونيكورن او كده، ده ترندنج جدا 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 بره مصر، وجوه مصر لسه يعني ما انتشرش قوي، او الناس لسه ما خدتش بالها ان ده ترندنج، بس ممكن يعني اعتقد ان هو ممكن يبقى موضه على اخر الصيف او على السنه الجديده ان شاء الله. بس فهي دي الترندز المشهوره دلوقتي، سواء الالوان او ستايلات الهدوم او كده. وما تزعلوش مني لو انا ما جبتلكمش الايتمز اللي انا اشتريتها كلها، جبت لكم حاجه واحده بس، لانه انا مش عايزه فيديو يبقى طويل، فانا هعمل لكم فيديو تاني بكل الايتمز بالفساتين والشنط وكل حاجه انا اشتريتها في فيديو لوحده. فيا رب ما كنتش طولت عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.